السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الملف ده جمعت لكم فيه الجزء النظري وكمان جزء المسائل المهمة اللي ممكن تيجي في الامتحان، وكمان ضفت للملف امتحان الميد ترم عشان يكون مرجع ليكم بعد ما تذاكروا. هشرح النهارده المسائل وان شاء الله هنزل الملف كامل على جروب الشرح، وهسيب لينك جروب الشرح في اول تعليق. يعني باختصار الملف والفيديو ده ان شاء الله يكون مرجع للمادة كاملة قبل الامتحان. خلينا نسمي الله ونبدأ على طول، يلا بينا. طيب اول حاجه عندنا وهي هنتكلم عنها ازاي نرسم خط. طيب في البدايه كده في الامتحان هيجيب لنا السؤال بيبقى موجود فيه نقطتين. اول حاجه نقطه البدايه وهي البي واحد، ونقطه النهايه وهي البي اتنين. اول حاجه بعملها بقى ان انا بحسب الميل. طيب الميل اللي هو الاسلوب بتساوي الام بتساوي دلتا الواي على دلتا اكس، يعني واي 2 ناقص الواي 1 على اكس 2 ناقص الاكس 1. طيب اول حاجه عندنا وهو الالجوريزم اللي عندنا ده، وده لازم يتحفظ كويس جدا، لازم يتحفظ. اول حاجه بيقول لي ان عندي لو الام اقل من او تساوي الواحد، فخلاص دلتا اكس هتبقى بتساوي الواحد. هنا دلتا اكس بتساوي الواحد، لكن الدلتا واي بتساوي الام. هنا بيقول لي في الشرط هنا من ناحيه الليفت تو رايت، لكن لو من ناحيه الرايت تو ليفت فخلاص بيقول لي لو الام اقل من او تساوي الواحد فدلتا اكس هتبقى بتساوي سالب واحد، والدلتا الواي هتبقى بتساوي سالب ام. يعني باختصار كده عكس بعض. لو هنا الواحد والام بالموجب فخلاص هنا في الرايت تو ليفت هتبقى سالب واحد وسالب ام. بعد كده انا هنزل في الجزء اللي تحت هنا. الشرط التاني بيقول لي ايه؟ اف لو الام اكبر من الواحد. اكبر، احنا بص خدنا فوق هنا اصغر من او اقل، مش فاضل غير الاكبر. هاخد الاكبر لما تكون الام بوزيتيف، واخد الاكبر لما تكون الام نيجاتيف. خلاص فهاجي هنا بيقول لي لو الام اكبر من او تساوي الواحد فور بوزيتيف ام، يعني هتبقى دلتا اكس بتساوي واحد على ام، والدلتا واي بتساوي واحد. هنفهم بعد كده هنستغل الحاجات دي ازاي وهنتعامل معاها ازاي في المسألة. هاجي هنا عكسها بالظبط. هنا لو بالواحد على ام في البوزيتيف، تبقى هنا واحد سالب واحد على ام في البوزيتيف. هنا لو الدلتا واي بتساوي واحد فخلاص هنا الدلتا واي بتساوي سالب واحد. الكلام ده في البوزيتيف. بعد كده هاجي على النيجاتيف في الشرط الثالث. هنا بيقول لي ان لو الام اكبر من الواحد فور نيجاتيف فخلاص تبقى دلتا اكس بتساوي سالب واحد على ام، والدلتا واي بتساوي سالب ام. باختصار كده هنحفظها ازاي؟ بص خليك عارف ان الشرط التاني هنا هو الشرط التالت هنا، والشرط التاني هنا هو الشرط التالت هنا. يعني باختصار علامة اكس كده انت احفظها بنفس الطريقة. اعرف اول شرط عندك هو اللي هو لو الام اقل من او تساوي الواحد، خلاص دلتا اكس هنا بتساوي الواحد والدلتا واي بتساوي الام. طيب لكن هنا في الجزء رايت تو ليفت لو الام اقل من او تساوي الواحد يبقى دلتا اكس بتساوي سالب واحد والدلتا واي بتساوي السالب ام. الشرطين اللي تحت دول خليهم عكس بعض. اعرف ان الخانه اللي على الشمال اول شرطين فيها موجب والاخير سالب. هنا اول شرطين سالب والاخير موجب. طيب هنيجي الاول على اول سؤال عندنا. بيقول لي وهنا عطيني النقطتين اهو. النقطة الأولى بيقول لي صفر وصفر، والنقطة التانية هي 8 وستة. قلنا أول حاجة بنعملها إيه؟ إن إحنا بنجيب الميل. الميل بيساوي دلتا إكس على دلتا واي. هنا بص أول ما ناخد ورقة الامتحان هنكتب هنا إكس واحد واي واحد إكس اتنين واي اتنين. خلاص قلنا دلتا واي على دلتا اكس يعني واي اتنين ناقص الواي واحد على اكس اتنين ناقص الاكس واحد. واي اتنين عندي هنا بستة ناقص الواي واحد اللي هي بصفر، تبقى ستة ناقص صفر على الاكس اتنين اللي هي بتمانية، الاكس واحد اللي هي بصفر، يبقى على تمانية ناقص صفر تطلع بتساوي 75%. ده اول حاجة عندنا كده. عرفنا ان الميل بيساوي 75%. طيب في حاجة كمان لازم اعرفها عشان اشوف الشرط بتاعي هنا هو ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت. ايه هي؟ انا بعمل الاحداث بتاعي. انا عندي نقطة البداية قلنا من عند الصفر والصفر، فانا هتخيل كده ان التمانية والستة، تمانية وستة مثلا هتكون هنا، فخلاص هنا كده يبقى السهم بتاعي هيبقى طالع للشكل ده من الشمال لليمين. الام عندي بتساوي 75%. شوف اول شرط عندك بيقول لي ان لو الام اقل من او تساوي الواحد، هل هي الام اقل من او تساوي الواحد؟ فعلا اقل من او تساوي الواحد. يبقى خلاص عندي الدلتا اكس بتساوي الواحد والدلتا الواي بتساوي الام. طيب هعمل ايه؟ اروح بقى نشوف الجدول اللي عندنا. قلنا ان الدلتا اكس بتساوي الواحد والدلتا واي بتساوي الام، وعندي الام بتساوي 75%. طيب بعمل ايه؟ انا دلوقتي عند نقطة البداية اللي هي الصفر والصفر. هعمل الجدول زي ما احنا شايفين كده وبعمل الراوند. انا ايه اللي عرفني ان انا هعمل الراوند للواي؟ انا بعمل راوند للجزء اللي فيه ام. انا هنا الام عند الاكس ولا عند الواي؟ لا، الواي دلتا واي هي اللي بتساوي الام، فخلاص انا هعمل الراوند للواي. دي اول حاجة. انا باجي عندي في الجدول بحط نقطة البداية صفر وصفر. طيب الراوند للواي
اول حاجه انا بعملها ايه، هقرب الصفر ده تقريب الصفر هيبقى صفر، خلاص هيتحط هنا. يعني راوند واي يعني انا باخد كل قيمه في الواي وبقربها. طيب هاجي دلوقتي بيقول لي ان الدلتا اكس بتساوي الواحد، يعني انا هاجي في كل مره هزود واحد على الاكس. والدلتا واي بتساوي ام، يعني ايه؟ يعني انا هاجي في الخانه بتاعه الواي وهزود ام، قيمه ام اللي هي ب 75%. طيب تعال لحد ما اعمل ايه، لحد ما اوصل للقيمه لنقطه النهايه عندي وهي ال8 وال6. فانا كده هبدا من الصفر والصفر. قلنا ان الدلتا اكس بتزود واحد، فخلاص هنا هتبقى واحد اتنين تلاتة اربعة لحد ما اوصل لفين، لحد ما اوصل للتمانية اللي عندي اللي هي قيمة الاكس اللي هي هنا دي في نقطة النهاية. طيب فكده خلصت من الاكس. خلاص هعمل ايه بعد كده؟ هروح على الواي. انا بزود الواي بقيمة 75% عشان قلنا ان الدلتا واي بتساوي الام. طيب هفضل ازود لحد امتى؟ لحد ما اوصل للستة، ودي الاند بوينت عندي. فخلاص هبدأ هنا الصفر زائد ال 75 تبقى 75، بعد كده واحد ونص، بعد كده اتنين وربع، بعد كده تلاتة 75، أربعة ونص، خمسة وربع، وصلت للستة. طالما وصلت للإكس بتمانية وللواي بستة فخلاص كده المسألة عندي، ودي بالنسبة لي هي الإند بوينت. خلاص ودي تكون أول مسألة عندنا وهي بتاعت اللاين. عندنا هنا هنتكلم عن طريقة تانية لرسم اللاين، بس دي الطريقة للعالم اسمه بريزنهامس الجوريزم. يعني ايه بريزنهامس؟ دي منسوبة لاسم العالم اللي اخترع الطريقة دي. بعمل ايه في الطريقة دي؟ اول حاجة برضو بيبقى عاطيني البي واحد او النقطة الاولى او نقطة البداية، وعاطيني البي اتنين او نقطة النهاية عندي. اول حاجة بعملها بجيب الميل دلتا واي على دلتا اكس، واي اتنين ناقص الواي واحد على اكس اتنين ناقص الاكس واحد، وده الشرط اللي عندي. انا بنتهي، انا دلوقتي بعمل الشرط، بعمل ايه؟ بقول له الاف لو البي اقل من الزيرو خلاص هنا يا اما يس، هنا يا اما نو. هشوف لو يس هدخل هنا، لو نو هدخل هنا. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه عندي انا بعوز اجيب البي الاولانيه اللي في الجدول. البي القانون بتاعها ايه؟ بيقول لي الاتنين دلتا واي ناقص الدلتا اكس. دي اول بي انا هجيبها، وهنوضح برضو في الجدول اللي عندنا احنا هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا نشوف الجدول. طيب عندي هنا السؤال بيقول لي ان البي واحد بتسعة وتمنتاشر والبي اتنين باربعتاشر واتنين وعشرين. نقطة البداية اللي هي تسعة وتمنتاشر، نقطة النهاية اللي هي اربعتاشر واتنين وعشرين. اول حاجة هعملها قلنا ان البي بتساوي اتنين دلتا واي ناقص الدلتا اكس. خلاص هحسب اول بي عندي، هنا الاكس وهنا الواي وهنا البي. قلنا ان الاكس نقطة البداية هنكتب كده اكس واحد وواي واحد، وهنا الاكس 2 والواي 2. طيب الاكس نقطة البداية قلنا 9 و18 اللي هي عطاني في رأس السؤال. بعد كده هجيب اول بي عندي، البي القانون بتاعي يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي 2 دلتا واي ناقص الدلتا اكس، تبقى 2 في 4 ناقص الخمسة تطلع ب3. بعد كده هاخد التلاتة اللي عندي دي وهروح بقى ايه للشرط اللي عندي. هنا التلاتة اقل من الزيرو؟ لا مش اقل من الزيرو. طالما قلت لا يبقى خلاص هدخل في الخانه بتاعه النو. يبقى هعمل ايه؟ هزود على الاكس واحد وهزود على الواي واحد، وده هيبقى القانون الجديد بتاع البي. طيب نروح هناك. البي الجديده عندي هيبقى القيمه بتاعتها بتساوي البي زائد 2 دلتا واي ناقص 2 دلتا الاكس. طيب تعالى نحسب البي الجديده. او بص احنا قلنا ان الاكس هنزود عليها واحد فخلاص بقت 10، قلنا ان الواي هنزود عليها واحد فخلاص بقت 19. طيب البي هنعمل فيها ايه؟ قيمه البي ب3 زائد اتنين مضروبة في كام؟ 2 مضروبة في دلتا واي. دلتا واي اصلا بتساوي الواي 2 اللي هي ب 22 ناقص الواي 1 اللي هي 18 تطلع ب4. يعني هنا خلينا 8 على طول. بعد كده ناقص ال 2 في دلتا اكس. دلتا اكس بتساوي 14 ناقص التسعة تطلع ب 15، يبقى 2 في 5 تطلع ب10. يبقى هنا كده بتساوي 11 ناقص 10 تطلع بواحد، ودي قيمة البي الجديدة. بعد كده هاخد الواحد وارجع للشرط اللي عندي. هسأل نفسي سؤال، هل الواحد أقل من الزيرو؟ لا مش أقل من الزيرو، فخلاص هدخل في النو. هعمل نفس الطريقة، هزود على الإكس واحد، هزود على الواي واحد، وده هيبقى القانون بتاع البي. نرجع هنا، هزود على الإكس واحد تبقى ب11، هزود على الواي واحد تبقى 20، وهجيب القانون الجديد بتاع البي نفس القانون اللي قدامنا ده، نفس القانون ده. طيب البي بس هنغير قيمة البي تبقى واحد زائد 2، قلنا هنا 8 ناقص 10 تطلع بتساوي كام؟ 9 ناقص 10 تطلع بسالب واحد. تمام؟ بعد كده هاخد السالب واحد وارجع. هسأل نفسي سؤال، هل السالب واحد أقل من الزيرو؟ أقل من الزيرو، يبقى هدخل في اليس. بعد كده اليس هعمل ايه؟ هزود على الاكس واحد وهخلي البي بتساوي بي زائد 2 دلتا واي. بي زائد 2 دلتا الواي، هزود واحد على الاكس
الواي مش موجودة عندي فهتنزل زي ما هي. بعد كده احسب البي الجديدة. البي قلنا -1 زائد 2 في دلتا واي ب8. 2 في دلتا واي دي كانت ب8، يبقى -1 زائد ال8 تطلع بتساوي ال7. هاخد ال7 وارجع، هروح هنا ال7 اقل من الزيرو، لا مش اقل من الزيرو. خلاص هدخل هنا على النو، فخلاص تبقى الاكس بتساوي الاكس زائد الواحد، والواي بتساوي واي زائد واحد، والبي هتبقى ده القانون بتاعها. نرجع هنا، قلنا الاكس هنزود عليها واحد تبقى 13، الواي نزود عليها واحد تبقى 21، والبي الجديده قلنا هي القانون بتاعها اللي كان فوق في الاول ده، هنحسبها هتطلع معانا ب5. بعد كده هاخد ال5 وارجع، هل ال5 اقل من الزيرو؟ لا مش اقل من الزيرو، فخلاص هزود يبقى هدخل في النو، هزود على الاكس واحد وهزود على الواي واحد، وهحسب البي الجديده اللي ده القانون بتاعها اللي فوق عندي هنا ده. تمام، تبقى كده زودنا واحد على الاكس تبقى 14، زودنا واحد على الواي تبقى 22، والبي الجديده هتبقى ب3. طالما وصلت لل 14 وال 22 اللي هم اصلا هنا نقطه النهايه عندي، فكده تكون خلصت، ودي تكون الاند بوينت بتاعتي، وكده تكون المساله بتاعتي خلصت. ندخل بعد كده في الرسمه الاخيره عندنا، وهي السيركل باستخدام الميد بوينت. اول حاجه عندي عايز اقول لكم عليها ان هي الار دي بتساوي الراديوس. طيب الراديوس دي بتساوي ايه؟ بتساوي قيمه الواي اللي عندي. تمام، دي اول حاجه. يعني انا هو مش هيبقى عاطيني قيمه الواي في السؤال، هيبقى عاطيني الكلمه دي. اول ما اشوف الكلمه دي عندي اعرف ان انا هبدا من اول الصفر والصفر، يبقى دي نقطه البدايه عندي. تمام، وبعد كده بيبقى عاطيني قيمه الار، والار دي هساويها بالواي، وليكن مثلا هتقول 12 15 اي قيمه مهما كانت للار، فهتبقى بتساوي الواي، والاكس هتبقى بتساوي عند الصفر طالما القيمه دي في الامتحان او في السؤال عامه. طيب هاجي هنا بيقول لي ان انا هفضل ماشي في الجدول بتاعي لحد ما الاكس اللي عندي تبقى اقل من الواي. طيب هنفهم بعد كده لما نروح للسؤال. نشوف الشرط اللي عندنا، الشرط ده حفظ، والشرط اللي قبله حفظ، والشرط بتاع اللاين حفظ. مهمين جدا، لازم نكون حافظينهم وفاهمينهم كويس قوي عشان نعرف نحل بعد كده السؤال اللي يجي لنا. طيب اول حاجه هنا النو، وهنا اليس. بيقول لي لو البي اقل من الزيرو هعمل ايه؟ نفس الطريقه اللي كانت في السؤال اللي فات بالظبط. هنا هسال نفسي لو القيمه بتاعتي اقل من الزيرو يا يس يا نو. لو هدخل في النو خلاص هزود على الاكس واحد، ناخد بالنا ان احنا هننقص من الواي واحد، والبي بتساوي البي زائد 2 اكس زائد 1 ناقص 2 واي. تمام، بعد كده عندي هنا لو دخلت في اليس تبقى هزود على الاكس واحد، الواي هتنزل زي ما هي، والبي هتبقى بي زائد 2 اكس زائد الواحد. طيب اول بي في الجدول عندنا بتساوي 5 على 4 ناقص الار. كل ده هيوضح في السؤال، يلا بينا نشوف. طيب اول حاجه عندنا السؤال هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب اول ما نشوف الكلمه دي في السؤال قلنا ان احنا هنبدا من اول الصفر والصفر اللي هي نقطه البدايه، تبقى خلاص الاكس عندي بتساوي صفر على طول، والواي بتساوي ايه؟ قلنا ان الريديوس دي اللي هي الار او نص القطر تبقى خلاص ب 13، تبقى الواي بتساوي 13، يبقى عندي النقطه بتساوي صفر و13. تمام، ودي نقطه البدايه زي ما انتم شايفين كده في الجدول. بعد كده عايز اطلع اول بي عندي. اول بي قلت ان القيمه بتاعتها هتبقى 5 على 4 ناقص ايه؟ ناقص الواي. 5 على 4 ناقص ال 13 تطلع بتساوي سالب 11.75، ودي اول قيمه عندي في الجدول. طيب هاخد القيمه دي واروح للسؤال اللي عندي. سالب 11.75 هل هي اقل من الزيرو؟ اقل من الزيرو، فخلاص هزود على الاكس واحد، وخلاص هخلي البي بتساوي بي زائد 2 اكس زائد الواحد، تبقى البي زائد 2 اكس زائد الواحد، ودي قيمه البي الجديده طالما انا دخلت في اليس. طيب هنزود واحد على الاكس، والواي هتنزل زي ما هي، وقيمه البي هحسبها بقى، تبقى عندي سالب 11.75 زائد ال 2 ضرب الاكس عندي بصفر زائد الواحد، تطلع بتساوي سالب 8.75 زي ما انتم شايفين في الجدول كده. بعد كده هاخد القيمه اللي طلعت لي دي، هل القيمه دي اصغر من الصفر؟ اصغر من الصفر، فخلاص هندخل في اليس تاني، تبقى ده القانون اللي عندنا، هنزود على الاكس واحد والواي هتنزل زي ما هي، وده القانون الجديد بتاع البي. خلاص هنزود على الاكس واحد هنا تبقى 2، الواي تنزل زي ما هي ب 13، وبعد كده احسب البي الجديده هتطلع معايا سالب 3.75. بعد كده هاخد القيمه دي، هل هي اقل من الصفر؟ اقل من الصفر، فخلاص هدخل في اليس. بعد كده هزود على الاكس واحد والواي تنزل زي ما هي، يطلع معايا البي الجديده القانون بتاعها نفس ده برضو، تبقى البي زائد ال 2 اكس زائد الواحد، تطلع معايا 3.25. هاخد القيمه دي واروح للشرط اللي عندي. 3.25 هل هي اصغر من الصفر؟
لا مش اصغر من الصفر، تبقى هدخل في النو، تبقى الاكس هزود عليها واحد، الواي انقص منها واحد، وده يكون القانون الجديد بتاع البي. تعالوا نكتبه هنا برضو عشان ما ننساش. يبقى البي بتساوي بي زائد 2 اكس زائد الواحد ناقص 2 واي. ده القانون بتاع البي لما هدخل في النو. طيب هعمل ايه؟ هزود على الاكس واحد، هنقص من الواي واحد، ال 13 تبقى 12. هاجي احسب بقى قيمة البي الجديدة، تبقى بتساوي 3.25 زائد 2 اكس يعني 2 في 0، 2 في 0 زائد الواحد ناقص 2 مضروبة في كام؟ في 13، تطلع معايا بتساوي سالب 11.75%. بعد كده هاخد القيمة دي واروح بيها للشرط اللي عندي، اسأل نفسي هل القيمة دي اقل من الزيرو؟ اقل من الزيرو، فخلاص هدخل في اليس. كنا بعمل ايه في اليس؟ نحفظ بقى مع بعض. كنا بنزود على الاكس واحد، والقانون بتاع البي كان بيساوي بي زائد 2 اكس زائد الواحد. خلاص هزود هنا على الاكس واحد تبقى بخمسة، والواي هتنزل زي ما هي، والقانون الجديد هو هنا اهو بتاع البي اللي عندي، هو ده كده البي زائد 2 اكس زائد الواحد، يطلع معايا سالب 75%. اسال نفسي سالب 75% هل اقل من الزيرو؟ اقل من الزيرو، فخلاص هدخل في اليس. كنت بعمل ايه؟ كنت بزود على الاكس واحد، والواي تنزل زي ما هي، وقيمه البي الجديده كانت هي دي. بعد كده هاجي على الاكس تبقى بستة، الواي تنزل زي ما هي، وهحسب القيمه الجديده هنا تطلع معايا 12.25. هفضل ماشي بنفس الطريقه كده، اخد كل بي جديده بتطلع عندي واروح اشوفها في الشرط، واشوف انا هدخل في اليس ولا في النو. يعني باختصار لازم نكون حافظين الشرط كويس قوي، ولازم نكون كاتبينه قدامنا كده قبل ما نحل المساله عشان نعرف نحل كويس وما نتلخبطش في اي حاجه من الارقام. لحد ما هوصل لفين؟ لحد ما وصلت يعني هنا السبعة والحداشر، هنا الاكس اقل من الواي، هنا التمانية والعشرة، هنا الاكس اقل من الواي. لو لاحظنا ان كل القيم اللي هنا كده الاكس فيها اقل من الواي، انا هقف امتى يعني، او هنهي الجدول بتاعي امتى؟ لما الواي بتاعتي تكون اكبر من الاكس. لو لاحظنا ان في الشرط بتاعي الاكس لازم تكون اقل من الواي، هنا مش اقل منها، هنا بتساويها. طيب احنا عندنا في الشرط هنا مفيش يساوي، لو كان في هنا علامة يساوي فكنت هكمل لحد ما الاكس تبقى اقل من الواي بتاعتي، تمام. لكن هنا طالما الاكس طلعت مش اقل من الواي، فخلاص انا كده خلصت المسألة بتاعتي، واكون وصلت للحل الامثل هنا او الاند بوينت بتاعتي. وبكده نكون خلصنا شرح المسائل المهمة اللي في المنهج، ان شاء الله هتساعدكم قوي عشان تبقوا مستعدين للفاينل. حاولوا تراجعوا وتطبقوا بنفسكم، ولو وقفت معاكم اي نقطة سيبوها في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية، وما تنسوش تدعوا لي وتدعوا لبعض، ربنا يوفقنا جميعا ونعدي الفاينل على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.